السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي نادية، يا رب قناتكم تعجبكم تستفادوا منها. النهارده بإذن الله هقول لكم شوية أفكار كده للتوفير في مصروف البيت، حاجات احنا يعني حاجات كتيرة نعرف نظبط منها الميزانية بتاعة البيت. للناس المبتدئة، في ناس كتيرة بتبقى مبتدئة لسه، البنات الصغيرين لسه مش عارفين يمشوا دينتهم ازاي. والله في ناس كبيرة برضو بتبعت لي، بتبقى متجوزة بقالها سنين بس برضو مش عارفة تظبط ميزانية البيت. هقول لك النهارده على شوية أفكار تعرفي تظبطي بيهم ميزانية بيتك بإذن الله. أول حاجة إن احنا عشان مصروف البيت كده يتظبط معانا، قلنا كتير بقى الأظرف والكلام من ده، يعني مش هنعيد فيه كذا مرة، بس الحاجات اللي فعلا بتظبط لك مصروف البيت تمام. ان احنا نجيب حاجاتنا. في حاجات لازم تتجاب بالشهر، يعني في حاجات لما تجيبيها بالشهر هتوفر معاكي، في حاجات بتجيبيها بالاسبوع. الحاجات اللي اجيبها بالشهر احاول ان انا اخلي شيء شهر يشيل شهر. مش لازم ان انا الحاجات اللي بجيبها بالشهر ان انا اجيبها كل شهر، لا. مثلا زي المنظفات مثلا، مش لازم المنظفات كلها اجيبها كل شهر، طبعا مش هجيب منظفات شهر وشهر، لا احنا بنزود على اللي عندنا. يعني مثلا انا شهر هجيب جيركن شاور، هستعمله للشاور وهستعمله برضو لغسيل الايدين. ازازتين احط واحده على الاستحمام يعني، وواحده تانية هنحطها على الحوض تمام. ده الشاور هنجيب مثلا، جبت جيركن ده بيبقى 2.5. ده ممكن يقعد معاكي شهرين ثلاثة على حسب استخدامك. استخدامنا في الحاجات دي في الشتاء مش زي الصيف. الصيف ممكن نستهلكه، لكن في الشتاء ممكن معاكي على فكرة 3 شهور تمام. قولي شهرين يا ستي، لو قعد معاكي شهرين يبقى حلو جدا. يبقى احنا شهر مثلا هنجيب شاور، اجي بقى الشهر اللي بعده هجيب ايه؟ ممكن اجيب بقى شامبو بدل فلوس الشاور دي. هجيب مثلا اجيب شامبو، اجيب معجون سنان تمام. يبقى نخلي شهر يشيل شهر. طبعا المسحيه مفيش مسحيه بتقعد معانا اكتر من الشهر يعني، او لو حتى لو قعدت معاكي للشهر اللي بعده بتعوزي ان انت تكملي عليها. بس احنا نخلي بقى ما يبقاش يعني الشهر اللي هنجيب منه مثلا، هنجيب مسحول غسيل وهنجيب معجون السنان وهنجيب الشامبو وهنجيب الشاور، الحاجات بترهق الميزانيه جدا. فاحنا لا، انا اجيب الشاور مثلا جيركن كده كبير بدل ما اجيب الحاجات الصغيره القطاعي دي بتبقى غاليه. في نفس الوقت هي ما بتقعدش معانا فترة طويلة وهنجيبها كل شهر تمام. لا انا هجيب لي جيركن. الشهر ده اجيب شاور، الشهر اللي جاي جايبه فلوس الشاور اجيب بيها مثلا ازازه شامبو كده تكون حجمها يعني مش لازم حجم كبير، واجيب مثلا معجون السنان. الحاجات دي كلها نحاول ان احنا برضو ايه نظبطها شهر وشهر. برضو فرش السنان، احنا فرش السنان بنغيرها كل 3 شهور. اسعارها مش غاليه قوي يعني، بس يعني ساعات بتبوظ معانا الميزانيه او بترهق الميزانيه شويه، او في حاجات اولى ان احنا نجيبها بيها. فانا ما اجيش بقى للشهر اللي انا هجيب فيه مثلا المنظفات الغاليه او الحاجات الغاليه واروح جايبه فيها معجون السنان، لا احاول ان انا ادبر نفسي بحيث ان انا اجيبها في شهر يكون شهر ايه هادي كده، ما فيهوش مصاريف كتير. لان انت بتغيري الفرش كلها بتاعت البيت في يوم واحد، لو جبتي الواحد حتى ب 15 جنيه، فانت اللي شوفي بقى عددكم كام برضو هتعملي لك ايه، مبلغ فتمام. فنخلي شهر يجي يشيل شهر، برضو شهر يشيل شهر في ايه، في حاجة البيت، في خزين البيت بقى. ودي أهم حاجة. إزاي؟ إن إحنا مثلا أنا الشهر مثلا أنا بستخدم مثلا الزبدة بجيبها شهر وشهر، وعلبة السمنة بجيبها كل شهر. يعني أنا يبقى تمشي نفسك كده إن أنت عارفة نفسك الشهر ده هنجيب السمنة، يبقى الشهر اللي جاي هجيب زبدة. هقسم الزبدة دي على مثلا، ممكن أقسمها على 2، على نصها أقطعه وأحطه في علبة. ده استخدام الشهر ده تمام. الشهر الجاي بقى اكون حاطه النص التاني في الفريزر، هطلعه الشهر التاني اللي بعده يعني. مش هشتري بقى، خلاص انا اشتريت الشهر ده علبه سمنه وقالب زبده تمام. خلاص الشهر بقى اللي جاي ان شاء الله هجيب عندي قالب الزبده، عندي نصه في الفريزر هطلعه برضه اقطعه واحطه في العلبه، واجيب عليه علبه السمنه. يبقى احنا كده جبنا الماده الدهنيه بتاعتنا. نحاول ان احنا نوازن نفسنا شويه. الشهر بقى اللي انا مش هجيب فيه الزبده ده بقى، عندي الزبده فيه، اعمل ايه؟ فلوس الزبده واخدها اجيب مثلا بيها حاجه انا محتاجاها. يعني مثلا في حاجات بتتجاب برضو كل شهرين، زي مثلا البيكنج باودر، ممكن تجيبي لك علبه بيكنج باودر كبيره، او علبه خميره، فانيليا، الحاجات دي كلها. المهم ان انا مثلا عامله لنفسي للزبده 100 جنيه، ال 100 جنيه دي هاخدها اجيب بيها حاجه هستخدمها الشهر اللي جاي. يعني انا هتدفع لي الشهر اللي جاي، يبقى احنا نمشيها شهر مثلا زبده، وشهر نجيب منه مثلا الحاجات اللي هي بتاعت خامات الحلويات دي، بحيث ان انا يبقى الحاجات دي برضو ان هي ضروريه. على فكره ما تحسبيش ان هي مش ضروريه، لا هي ضروري انك تعملي حاجه في البيت، هتوفر عليكي كتير من بره. ولما تجيبي الخميره على بعضها غير لما تجيبي باكيتات، الباكيته ما اعرفش ب4 او 5 جنيه، كل ما تيجي تعملي معجنات تجيبي باكيته ب5 جنيه، فكده دمرتي الميزانيه. لا احنا هنجيب اللي هي العلبه اللي هي الباكت على بعضه ده 100 جرام، بيبقى يعني كان ب20 ب22، دلوقتي بقى تقريبا ب25.
انا كنت جايباها الشهر اللي فات ب 25. فهتجيبي لك الباكيته بتاعت الخميره دي ب 25 جنيه، وتخليها يبقى كده معاكي شهر وشهر. شهر هتجيبيها وشهر هتجيبي الزبده. طبعا الباكيته بتاعت الخميره هتجيبي معاها مثلا ممكن تجيبي بتقعد معاكي شهرين على فكره. ممكن تجيبي معاها بتاعت فانيليا، زيزة فانيليا. ممكن تجيبي معاها كام باكيت بيكنج باودر كده، بحيث ان احنا شهر يبقى كده وشهر يبقى كده. ناخد ال 100 جنيه بتاعت وهتجيبي منه اللي قلنا الخميره بيكنج باودر فانيليا. ممكن برضو الفاض معاكي تجيبي لك مثلا ب 20 او ب 30 جنيه كاكاو، ب 20 جنيه كريم جانتي. يبقى انت خدتي ال 100 جنيه بتاعت الزبده، جبتي بقى شويه حاجات للحلويات. الحلويات دي احنا مش هنجيبها كده يعني، هي هتوفر معاكي كتير. هتوفر معاكي في الفطار، هتوفر معاكي في العشاء، هتوفر معاكي في الحلويات لما تيجي تعملي ولاد حلويات، هتوفر معاكي في الفاكهه. يعني احنا مثلا عاملين لنفسنا ميزانيه مثلا في الاسبوع بنجيب مرتين فاكهه او مره فاكهه. انت لو عملتي مثلا مره فاكهه مع مره حلويات من اللي احنا جايبينها عندنا حاجه في البيت، فهتعملي بقى منها كذا مره على فكره في الشهر. فجايبين حاجه الحلويات هتعملي مره حلويات مره فاكهه. والبطاطا يعني اليومين دول حلوه وسعرها مناسب يعني، ممكن تدخلي مره بطاطا يعني في النص كده، يبقى مره فاكهه مره حلويات مره بطاطا في الاسبوع. ماشي اسبوعك كده هيوفر معاكي كتير. تمام. عايزه تزودي فاكهه تخليها مرتين مثلا، تمام. انت بقى ايه وميزانيتك. البطاطا من الحاجات الحلوه جدا ومفيده جدا للولاد وسعرها مناسب. يعني انت لو نزلتي الكيلو دلوقتي كيلو ونص، انا عندي كيلو ونص ب10. انتوا بقى عندكم البطاطا اكتبوا لي كده البطاطا عندكم بكام. انا عندي كيلو ونص ب10. لو جبتي لك 3 كيلو بكام؟ ب20 جنيه. هتعملي ايه؟ هتجيبي ال3 كيلو دول هتاخدي نصهم كيلو ونص، هتاخديه تشويه وهتاكلوه بقى بالالف هنا وشفا عليكم يعني. فهتجيبي نصها هتعمليه وتشيلي النص زي ما هو، تحطيه في كده في اي حاجه يعني عندك وتسيبيه في المطبخ. هتيجي النهارده شوينا البطاطا واكلناها من كيلو ونص اللي احنا جبناه، اتفضل معايا كيلو ونص من البطاطا. تاني يوم مثلا هعمل حاجه حلوه او هجيب فاكهه، ماشي. فاحنا نمشي نفسنا كده. هستنى عليها بقى يومين او حاجه، نحطينها في اي بوله بلاستيك كده وحاطينها على الرخامه، الدنيا ساعه مش هيحصل لها حاجه. او حطيها في التلاجة مفيش اي مشكله. تمام. بعدها بقى كده يومين وهطلع كيلو ونص من البطاطا تاني ده، هاخده كده هقشره وهقطعه طرنشات واحطه في حله على النار معاه شويه ميه وهغطي عليه واحط واسيبه لغايه ما يستوي معايا. انت بس هتحطي نص كوبايه ميه وغطيه عليه وسيبيه، هو مش هياخد منك نص ساعه هتلاقيه بصي بقى زبده كده، مش هتاخد وقت على النار خالص. هتبقى ايه زبده معاك، هتاخديها تهرسيها. ماشي بقى هرست البطاطس باي هراسه هرسيها، وخديها بقى بعد ما تهرسيها حطي عليها معلقه زبده من اللي احنا جايبينها بقى. احنا جايبين الزبده بتاعتنا. عندك سمنه فلاحي يبقى يعني خير وبركه. ما عندكيش يبقى معلقه زبده او معلقه سمنه عاديه اي حاجه عندك. هتحطي شويه معلقه جوز هند مع شويه لبن او حتى لبن بودر وايه وتقلبيهم مع بعض كده، وتحطي السكر بتاعك ما تنسيش السكر، وتقلبيهم وتعملي بيهم صينيه ايه بطاطا زي الفل كده. هتحطيها في صينيه وتحطي على وشها كده معلقه زبده تقطعيها كده او تسيحيها وتحطيها على الوش، وحطي على الوش معلقه سكر عشان السكر ايه يكرمل معاكي ويبقى يديكي وش ايه ذهبي كده حلو. عايز تعملي لها بقى شويه بشاميل كده حلو اللي هو بالسكر يبقى كان بيها. مش عايزه يبقى خلاص هنعملها موفره كده. يبقى انت كلتي جبتي 3 كيلو بطاطا ب 20 جنيه، عملتي منه مرتين، مره عملناه مشوي ومره عملناه اللي هو الصينيه في الفرن. بتبقى حلوه جدا ومن الحاجات اللي بتدفي في الشتاء وبتبقى حلوه ومغذيه جدا للولاد. تمام. يبقى احنا عملنا ال 20 جنيه عملنا منهم حاجات حلوه مرتين في الاسبوع. وفرتي كده كتير قوي في الميزانيه بتاعتك. لو انت ظروفك ميزانيتك مش سامحه ومش قادره تجيبي فاكهه او تجيبي حلويات، انت ممكن تعملي دول مرتين في الاسبوع وكان بيها، ويبقى ايه هتبقى حلوه حاجه حلوه جدا. وهتعملي لك صينيه كبيره بالكيلو ونص، ممكن تعملي منك صينيتين كمان، ممكن تعملي لك صينيه كبيره او صينيتين وسط. تمام. يبقى انت عملتي حاجه حلوه من ال 20 جنيه. تمام. برضو لو انت مصروفك بالشهر حاولي تجيبي حاجتك على بعضها. هتجيبي مثلا المكرونه بتاعتك على بعضها. يعني حاولي ما تطلعيش فلوس كتير. يعني حاولي انت برضو، انا ما بحبش اللي هو يجيب حاجته كلها طول الشهر ويسيب البيت فاضي من غير فلوس. لا، الحاجه هتفضلي تسحبي منها والفلوس بتخلص ومعكيش فلوس. فلا، انا في حاجات اجيبها بالشهر اللي هي مثلا خزين البيت، السكر، الرز لو ما عنديش تموين، المكرونه، الحاجات دي كلها هجيبها بالشهر. البقوليات الحاجات دي كلها هجيبها بالشهر. الحاجات الحلويات كلها هجيبها بالشهر. تمام.
ده لو انت مصروفك بالشهر. هنيجي بعد كده بقى الحاجات اللي هنجيبها بالاسبوع، اللي هي مثلا الخضار، الفاكهه، الحاجات دي، بحيث ان احنا بقى لنا فلوس. السمك انا ما بحبش اجيب السمك بصراحه بالشهر، بجيبه بالاسبوع او بالعشر ايام. هيبقى معاكي فلوس برضو معاكي في البيت، يبقى معاكي فلوس تعرفي تمشي نفسك بيها، وندبر نفسنا بيهم على قد ما نقدر. ما نتجيش على ظرف على حساب الظرف اللي قبله او اللي بعده. تمام. فانت هتجيبي حاجتك كلها على بعضها، الحاجه هيبقى فيها بركه. لما بتجيبي الحاجه على بعضها هيبقى فيها بركه. هتبقى معاكي، يعني هتحسي ان البيت مليان خير لما بتجيبي الحاجه كده وتملي بيها دواليب المطبخ بتاعتك. هتلاقي الحاجه ماليه المطبخ كده، وحاسه ان انت ضريبك مليان، مطبخ مليان خير. وتسحبي بقى طول الشهر، تشتريش بقى لا زيت ولا سكر ولا رز ولا سمنه بعد كده. يعني اشتري الحاجات اللي بسيطه، وحاجه الفطار، حاجه العشاء بالاسبوع، الخضار، الفاكهه كده يعني. تمام. ونحاول برضو ان احنا على قد ما نقدر نوفر في الفواتير بتاعه البيت. يعني الفواتير من الحاجات اللي احنا هنعرف نوفر فيها كتير جدا. يعني مثلا الميه، ممكن توفري ايه في الميه؟ ممكن مثلا تغسلي بالليل عشان ما تشغليش الموتور، ولو الميه بتطلع لك بالليل شغلي الغساله بالليل ونشري بالليل، او قومي الصبح نشري. بس انت شغلي الغساله بالليل. لو انت الميه بتطلع لك بالليل من غير موتور، فانت وفري في الموتور وشغلي الغساله بالليل. برضو لو عندك اي حاجه بتسرب ميه، حتى لو نقطه بسيطه تصلحيها، لان الميه دي من الحاجات اللي بتسحب كهرباء كتير جدا. يعني انت ما تستهونيش بانك نقطه الميه اللي بتنزل من اي حنفيه بايظه او اي حاجه ماسوره بتخر ميه او حاجه. لو نقط ميه دي على فكره بتسحب ميه كتير، ما هي نقطه على نقطه هتلاقي نفسك مليتي جردل قد كده. فانت صلحي الحاجات دي اول باول. لما تدفعي فلوس تصليح احسن ما تدفعيها في فلوس انك في الفواتير بتاعتك. تمام. برضو المحبس بتاعك، لو انت المحبس يعني في المحبس بتاعك، حاولي ان انت ما تبقيش فاتحه المحبس بتاعك على الاخر، لان الولاد هتلاقيهم بقى فاتحين الميه على الاخر وهم بياخدوا شاور، او انت بتغسلي او كده، فده هيسحب منك ميه كتير. لو انت المحبس بتاعك بتتحكمي فيه، حاولي تبقي فاتحه المحبس وسط، ما تبقيش فاتحاه قوي عشان ما يسحبش منك ميه كتير. لما تقفليه، انا كان عندي المحبس هنا كنت ببقى فاتحاه. يعني اول ما جيت الشقه كانت ما كانوا فاتحينه على الاخر، كانت الميه يعني ضغطها كان عالي جدا. يعني بتشغلي الموتور بتبصي تلاقي الميه ضغطها عالي جدا. فابتديت بقى انا اقفل المحبس نص كده وسط، لاني لا قافلاه قوي ولا فاتحاه قوي، وسط كده. ابتدت فاتوره الميه تتظبط معايا، لان كانت فاتوره الميه بتجيلي بصراحه يعني اسعار خياليه، يعني كنت شفتها قبل كده. فلما قفلت المحبس عملته وسط كده، وفر معايا كتير قوي في الفاتوره بتاعه الكهرباء. لما جات لي قلت اقول لكم برضه على الفكره دي، عشان اللي عايز ايه يعرف يوفر في بند الميه ده. برضو انت بتغسلي اسنانك، او ولادك هم بيغسلوا اسنانهم او وشهم، قالوا لهم يعني لا، يعني حطوا ايه وانتوا بتغسلوا كده، مش لازم الميه تبقى مفتوحه على طول. دي حاجات بديهيه كلنا، يعني سنه اولى توفير كده في الميه. وعلمي ولادك ان هم يقفلوا الميه لغايه ما يخلصوا غسيل وشهم او سنانهم، بعد كده يبتدوا ايه يفتحوا الميه ويستخدموها تاني، ما تبقاش الميه مفتوحه كده ايه عماله على بطال. تمام. برضو الوقت اللي ولادك بيستحموا فيه، حاولي ان هم يعني كل شويه خبطي عليهم كده، ما تخليهمش يطولوا قوي في الحمام عشان ما يستهلكوش كميه ميه كبيره. الميه الكتير على فكره بتغير الفاتوره 180 درجه. فنحاول ان احنا نستهلك ايه، ما نستهلكش ياما في الميه بتاعتنا على قد ما نقدر. برضو الكهرباء ممكن توفري في ايه، تجيبي اللمض اللي هي الليد. ممكن تجيبي الكاتل، ما تيجي تمليه ما تحطيش غير كوبايه الميه اللي انت هتعمليها بس، ما تملوش على الاخر يفضل يسحب في كهرباء. او ما تشغلهوش غير وانت جايه هتستخدميه. يعني ما تسيبوش شغال كده عمال على بطال. او انت مثلا، يعني قصدي ان انت تبقي مشغلاه وخلاص جايه تعملي كوبايه الشاي، فلقيتي نفسك لا هخلص مثلا الطبقين دول او هخلص كذا، لا بعد ما تخلصي اطباقك وتخلصي كل اللي وراكي ابتدي شغليهم، ما بياخدش ثواني، عشان ما ترجعيش بعد ما يفصل والميه تبرد فيه ترجعي تشغليه تاني، فتبقي استهلكتي كهرباء كتير. لان الكاتل والمكوى من الحاجات اللي بتسخن، والسخان من الحاجات اللي بتسخن وبتسحب كهرباء كتير. لو لسه بقى مشتركتيش في القناه، يا ريت تشرفيني بالاشتراك كده في القناه، وتضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. ما تنسيش بقى تعليق حلو منك كده، والاقي كومنتات بقى كده كتير بالصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وكومنت تاني بقى شخصي ليا. ومتنسوش اللايك عشان يرفع الفيديو. تمام. المشاهدات اليومين دول ضعيفه قوي، مش عارفه ليه. تقريبا عندكم امتحانات، اللي عنده امتحانات يكتب لي بقى تحت ان هو ما بيتفرجش كتير عشان الامتحانات. انا مش عارفه امتحانات مين، انا ما عنديش مدارس، فمش عارفه ايه الامتحانات اللي شغاله اليومين دول، في امتحانات ولا ايه يعني، عشان كده المشاهدات ضعيفه. ماشي. بعد كده برضو عشان نحاول ان احنا نوفر في فاتوره الكهرباء، ان انت يعني بالنهار نحاول ان احنا نفتح الشقه ونخلي نور ربنا ينور لنا الشقه، بلاش تولعي النور خالص بالنهار. حتى لو الدنيا مثلا ساعة او حاجة، هوي الشقة شوية، وبعد كده اقفلي الازاز ابيض بقى بتاعنا، هيدخل لنا برضو النور، بحيث ان احنا ما نشغلش عمال على بطال النور. يعني خلي النور بس ايه، لما الدنيا تبتدي تضلم نبتدي نشغل الانوار بتاعتنا. تمام. دي من الحاجات هتوفر معاكي كتير برضو في البند بتاع الكهرباء.
برضه عايزه اقول لك لما تيجي تعملي مثلا، انت دلوقتي جيتي تطبخي وعملتي طبخه، لو الطبخه دي الولاد بيحبوها زودي منها كميه شويه. يعني انت اعملي نفس الطبخه وكده كده، انت واقفه كده كده بتطبخي، زودي الكميه شويه بحيث ان انت بقى عندك مثلا تعملي حله صغيره كده او علبه صغيره من اول ما تطبخيها كده. يعني شيلي علبه منها في الفريزر بحيث ان هي يبقى عندك مثلا طبخه تانية في الفريزر متشاله بحالها بقى كده. ده هيوفر معاكي يوم مش هتعملي فيه اي اكل خالص غير شويه رز جنبهم، وهيبقى عندك الاكل محطوط في الفريزر، هتطلعيه وهتسخني على طول. جالك يوم بقى مشوار، جالك تعبانه مش قادره تقومي تعملي حاجه، مفيش فلوس في البيت، مفيش اكل في البيت، الكلام من ده، هتروحي مطلعه العلبه دي وايه وتكون جاهزه عندك على الاكل. انت كده كده وقفتي وطبختي، فزودي الكميه شويه بتاعه الخضار وشيلي العلبه دي وطلعيها في اي يوم بقى ايه زنقه، طلعيها في اخر الاسبوع، الكلام من ده. وبرده حاولي ان انت تخلي مثلا عندك يوم، احنا يوم الجمعه كلنا بنعمل اكلات مثلا كويسه عشان الولاد بيبقوا قاعدين والابهات وكده يعني، فبنعمل اكله كويسه. حاولي يوم الخميس بقى ده نلم كراكيب التلاجة او ايه بواقي التلاجة، لمي بقى بواقي التلاجة كلها اللي موجوده عندك كده، واعملي بيهم اي، حاولي بقى تصنفي كده وتعملي منهم اكله كويسه تمشي بيها اليوم مع شويه بطاطس. البطاطس دلوقتي ايه رخصت، نحاول بقى نجيب بطاطس كده اليومين دول رخصت وبقت حلوه في التحمير. يعني بطاطس التحمير الحمد لله ابتدت تنزل، فجيبي بقى شويه بطاطس وفرزيهم وشيلي بقى في الفريزر برضو طلعي. يعني انت بتجيبي البطاطس فرزي حبه كده وخليهم معاكي، هتنفعك في الفطار، هتنفعك في العشاء، هتنفعك جوع اخر الليل والولاد جعانين، الشتاء بيجوع، هيطلعوا شويه ايه بطاطس كده ويحمروها ويعملوا منها ايه سندوتشات كده، وممكن ايه ياكلوها كده في جوع اخر الليل. برضو اعملي لهم شويه بليله كده وحطيها في حطي علبه في التلاجة وحطي منها برضو كميه في الفريزر، هتنفعك برضو في العشاء، هتنفعك في الفطار. حد من الولاد جعان هيقوم يسخن بالليل وياكل. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتملى البيت بالخير بجد، وبتبقى هتوفر معاكي كتير جدا، وهتسد ايه الجوع بتاع الشتاء ده اللي هم ايه الولاد كل شويه جعانين. فيبقى عندك حاجات كده في الفريزر اللي هي ايه تسد معاكي يعني في المصروف البيت. تمام. برضو لو عملتي اي تتبيله، عملتي دلوقتي ابو واقفه بتتبلي الفراخ، بتتبلي الاجنحه، بتتبلي البانيه، اي حاجه، اعملي التتبيله زياده شويه وحطيها. انت كده كده وقفتي عملتي التتبيله، زودي بقى في التتبيله شويه بحيث ان انت تبقى عندك التتبيله جاهزه. تيجي مثلا يوم تاني هتعملي فراخ، هتعملي اجنحه، هتعملي اي حاجه من التتبيله دي بنفس التتبيله. كل تتبيله اعمليها، اعملي منها علبه زياده وحطيها في الفريزر او كيس زياده وحطيه في الفريزر وطلعيه ايه مره تانية ما تكوني هتعملي، يبقى انت عملتي ضربتي اتنين في واحد. وبدل ما تقعدي تتبلي كل مره، لا يبقى انا متبله الحاجه دي واحطها في الفريزر. ممكن تتبلي الحاجه كلها وتحطيها كلها في الفريزر، بس انا بصراحه من الناس اللي مش كل حاجه يعني ممكن تتبيله المشاوي الفراخ المشويه ممكن اتبلها احطها في الفريزر، لكن ما احبش البانيه بتبله او احطه، بس مش هحطه، ما احطوش في البقسماط. لما بتحطي الحاجه في البقسماط وتخليها جاهزه على الاكل على طول طعمها بيغير، يعني لو قعدتيها اكتر من اسبوع طعمها هيغير. فما تعمليش حاجه الشهر كلها كده، لا انت هاتي الحاجه على بعضها في الشهر، بس اعمليها التتبيلات العاديه اللي هي التتبيلات بقى بالبهارات بالطماطم بالبصل، الكلام من ده كله ماشي تمام. لكن ما تحطيش بقى في الفيجيتار على طول وتحطيه في الفريزر وتيجي تطلعي تعملي على الاكل على طول، لا طعمها هيغير بجد 180 درجه. لكن ممكن تتبلي عادي، وممكن برضو ان انت تعمليها بملح وفلفل اسمر وبصل وتتبليها كده وتحطيها في الفريزر وتطلعيها تعملي التتبيله اللي انت عايزاها، او انت عندك التتبيله في الفريزر اللي احنا عاملينها، وناخدها ونحطها على الفراخ بقى او الاجنحه او الدبابيس الوراك، اي حاجه هنعملها ونحط عليها التتبيله على طول ونسيبها كده ساعتين في التتبيله ونبتدي نشتغل بيها على طول. ده برضو هيوفر معاكي في الوقت وفي المجهود وفي البهارات اللي احنا بنحطها. لان انت كل ما بتعملي التتبيله بتحطي بهارات كتير، والبهارات بقت غاليه جدا دلوقتي غير الاول. فانت كده كده وقفتي وعملتي التتبيله، هتزودي ايه لو التتبيله دي فيها بصل وطماطم، انت هتحطي نفس كميه البهارات بس هتزودي عليهم ايه بصلايه وطماطمايه. تمام. فانت كده ايه هتبقي استفدتي بالبهارات. مش كل مره هنيجي نعمل تتبيله هنحط بهارات، واحنا بنحط بهارات ما شاء الله علينا يعني في البهارات كلنا بنحط بهارات ياما قوي. فانت كده هتبقي وفرتي في البهارات كتير جدا، يعني خصوصا لو انت بتجيبي بهارات من البهارات الغاليه، مش بتجيبي اللي هي البهارات اللي عند العلف، يعني بتجيبي مثلا باب الشام والكلام ده. فالبهارات دي بتبقى غاليه جدا، فهتوفري كتير معاكي في البهارات بتاعتك. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم النهارده واستفدتوا منه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.